بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي اسعد حال ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب، وانتم بصحة وهنا وسعادة ورزق. ربنا يصلح ما بين ايدينا وايديكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة احنا معانا نص كيلو كنافة. انا كنت حاطاه في الفريزر وطلعته، او زي ما انتوا شايفين كده فضلت اكسر فيه لانه طالع متجمد. بصوا بقى مكسر معايا ازاي. بصوا، حتى لو في حتت لسه مكتله بروح برضو ايه عايده عليها تاني زي ما انتوا شايفين كده اهو. فدي في صينيه بقى، نعملها بطريقه حلوه جديده وهتعجبكم جدا. وزي ما انتوا شايفين اي حتت مكتله بلقاها في ايديا بروح مكسراها. عندي بقى قيمه ربع كيلو سمنه، دي سمنه بلدي. بصوا طيبات الشغل عليها ازاي، قدحت السمنة او سخنتها جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. سقلبها الاول بمعلقة بقى لان هي دلوقتي سخنة جدا لحد ما تتهوى بس شوية، زي ما بنبس الكحك كده بنحط له برضو السمنة مقدوحة كده وسخنة جدا اهو. بصوا خلاص كده بردت معايا شوية، هبستها كده زي ما بنبس الكحك والبسكويت كده والدقيق اهو. الاول كسرتها جدا زي ما انتوا شفتوا كده، بعدين حطيت لها قيمة ربع كيلو سمنة. طبعا لما كل ما بتحطي سمنة نضيفة حلوة من النوع الحلو كل ما بتطلع معاكي جميلة، لان السمنة اصلا بتبان في الكنافة وفي البسبوسة والحاجات دي. انا حطيت لها سمنة بلدي اهو. الطريقة دي يا جماعة من واحد بتاع حلويات. بصوا كده شربت السمنة معايا اهي. برضو لو بلاقي حتت مكتلة بكسرها بايديا اهو. اهم شيء تشربيها السمن كويس. لا اله الا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نحط معلقتين سكر، مش شرط بقى سكر بودر او سكر خشن، مش مشكلة. ومع سخونية السمنة بيسيح. كده بقى هنعمل الكريمة بتاعت الكنافة اهو. انا ما حطيتش سكر، لاحظوا كده. حطيت 3 معالق نشا على اللبن على طول. اعملهم بالمضرب عشان ما يبقاش فيها تكتلات. افضل اقلب كده لغايه ما تتقل معايا. لاحظوا ما حطيتش سكر،
ان كده كده الكنافة هتشرب الشربات بتاعها. هفضل اقلب 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 لغاية ما تتقل. هقلب ابص ابتدى يتقل معايا اهو. خلاص انا عملت الكريمة بتاعتها. ابتدي بقى احط الكنافة بتاعتي في الصينية. انا مش هدهنها سمنة لان هي اصلا فيها سمنة كتير جدا. هظبط بقى من تحت كده. بس كده هنحط بقى الكريمة بتاعتنا او المهلبية. لحظة انا بحط في النص، ما بحطتش في الحروف. نحط رق الكنافة التاني اهو. ظبطناها كده دخلناها الفرن. بس كده لسه شوية. نحطها قيمة 5 دقايق تاني. حطيناها تاني اهو. بس
بس هنحط لها الشربات بتاعها بقى. بس كده اديناها الشربات بتاعها اهو، قطعناها. بصوا ما شاء الله. صحة وهنا يا رب للي ياكل، واحلى لايك من ايديكم. كل سنة وانتم طيبين. الطريقة دي طريقة ناجحة جدا 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 وهتعجبكم جدا. السلام عليكم ورحمة